من أسوأ المشاكل اللي بتواجه الشباب اليومين دول واللي بسببه ممكن تضيع وقت كبير جدا وتندم على حاجات كتيرة جدا، تخسر كتير قوي بسبب الوقت اللي ضيعته، ألا وهو التسويف. يلا بينا. التسويف هو انك تأجل مهام المفروض تعملها دلوقتي لوقت تاني بعدين، حتى لو انت عارف ان تأجيل المهام دي هيبقى ليه ضرر عليك، بتأجلها برضه عشان انت عايز ترتاح دلوقتي. ده اللي اسمه التسويف او البروكراستينيشن. في كتاب The Procrastination Equation معادلة التسويف لبيرسي ستيل ضاف لك التسويف في معادلة، قال لك ان الموتيفيشن بيساوي الاكسبكتانسي في الفاليو على الامبولسيفنس في الديلي. طبعا اللي مش فاهم اي حاجه من الطلاسم دي زيك، بس خلينا نفهم واحده واحده المصطلحات الاول بالعربي وايه علاقتها بالتسويف وبالموتيفيشن وكل ده واحده واحده. الموتيفيشن اللي هو التحفيز، الاكسبكتانسي اللي هو التوقع، متوقع تعمل الحاجه دي ولا لا، الفاليو اللي هي القيمه، قيمه الحاجه اللي هتعملها، الامبulsiveness اللي هي الاندفاعيه، قوتك وانت رايح تعمل الحاجه دي، والديلي اللي هو التاخير. واحده واحده نفهم ايه اللي مخلي دول فوق في الكسر ودول تحت. هبسط لك الكلام بمثال احنا عارفينه. لو جيت قلت لك ان السرعه بتساوي المسافه على الزمن، افهم دلوقتي ان كل ما هنزود المسافه السرعه هتزيد، كل ما هنزود الزمن السرعه هتقل. السرعه علاقتها بالمسافه علاقه طرديه، وبرده السرعه علاقتها بالزمن علاقه عكسيه. يعني وصلتك الفكره؟ فاللي فوق في الكسر كل ما بيزيد بيزود العامل الاساسي اللي احنا بنتكلم عليه، واللي تحت في الكسر كل ما بيزيد بيقلل العامل الاساسي اللي بنتكلم عليه. طب ايه علاقه ده بالتسويف؟ انا اصلا ما بحبش الفيزياء. تعالى نمسك اول حاجه. اتفقنا ان الموتيفيشن هو التحفيز، الحاجه اللي هتخليك تعمل المهمه اللي عليك، وعكسها هو التسويف البروكراستينيشن. سيب الحاجه دي دلوقتي، مثلا انام دلوقتي واصحى الفجر اذاكر، السلوجان بتاع الطلبه دلوقتي. فزي ما قلنا اللي فوق في الكسر ده لو زاد الموتيفيشن هيزيد. نمسك الاول الاكسبكتانسي. والله توقعك ان انت قادر تعمل الحاجه دي وهتقدر تعملها وهتخلصها كل ما زاد، يعني شايف انك هتقدر تخلص المهمه دي بسرعه وباقل مجهود، كل ما الاحساس ده هيزيد كل ما التحفيز انك تعمل المهمه دي هيزيد وتاجيلك ليها هيقل. كذلك الفاليو، قيمه الحاجه اللي هتعملها دي كل ما زادت اهميتها كل ما زادت قابليتك ان انت تخلصها دلوقتي، وقل برضو احتمال انك تاجلها. تعالى بقى ناخدوا الحاجتين اللي تحت، الامبالسيفنس والديلي. الحاجتين دول لو زادوا تحفيزك انك تعمل الحاجه دي هيقل وتسويفك ليها هيزيد. الامبالسيفنس هي القوه الاندفاعيه، يعني انت داخل على حاجه بقلب وبمجهود جبار، هتخلصها هتفرمها، يعني هتفرمها. ما بتقعدش نص ساعه على الكتاب بتلاقي نفسك زهقت وقمت من على الكتاب ومش عايز تذاكر تاني. ده اللي بنسميه القوه الاندفاعيه، فبتشغلك عن الهدف الاساسي لحاجات تانية اقل اهميه، فتسيب المذاكره مثلا وتروح تلعب بلاي ستيشن، تقلب في التيك توك شويه، ايا يكن. بس الفكره انك ما عملتش الحاجه المهمه اللي عليك. عايزك تتخيل معايا كده وانت بتدور عربيه، هل ممكن اول ما تدورها تجيب الرابع وتسوق عليه؟ استحاله طبعا. لازم تجيب الاول، بعد كده التاني، بعد كده التالت، بعد كده ممكن توصل للرابع ان وصلت له. فالشاهد من الكلام ان انت ما ينفعش تبدا باقصى طاقتك، لان انت هتستنفذ كل طاقتك في اول الوقت ومش هتلاقي طاقه تكمل بيها لحد الاخر. تاني حاجه اللي هي الديلي. ديلي في اللغه الانجليزيه بتساوي في المعنى كلمه procrastinate، يعني يأخر او يأجل او يسوف. يعني من الاخر طالب زينا كلنا عنده امتحان على اول 5، طبعا كلنا عارفين مين ده بس عمرنا ما نروح نقول. يقول لك احنا فين وشهر 5 فين؟ فاضل عليه 10 ايام فعليا من وقت تصوير الفيديو، فبيقول لك احنا فين وقت 5 فين، فبيقعد يأخر 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 لحد ما تيجي ليله الامتحان تلاقيه رايح ينام. رايح فين يا صاحبي؟ رايح فين؟ مش المفروض تقوم تذاكر ولا حتى تلم اي حاجه عشان الامتحان بكره الصبح؟ يقول لك يا عم ده لسه الامتحان بكره، ممكن ابصمج لي كام حاجه من المواصلات وان شاء الله الامتحان يجي بالبصمجه. وغالبا الناس دي بتلاقي الجي بي اي بتاعهم 1.9، يعني ده لو حتى جابوا. اسف لو في حد الجي بي اي بتاعه كده بيتفرج عليا، بس دي الحقيقه حبيب قلب اخوك. فكون ان انت فتحت فيديو زي ده دي حاجه كويسه، خطوه ان انت تطلع لقدام، فانا بحييك بصراحه على خطوه زي دي. فاستمر يعني ان شاء الله الجي بي بتاعك هيعلى باذن الله. طب تفتكر احنا بنسوف ليه اساسا؟ يعني ايه الدافع اللي بيخلينا نأجل حاجه المفروض تتعمل دلوقتي؟ والله اول حاجه ممكن يكون بسبب ان انت خايف تفشل في الحاجه دي، مش عارف هتنجح فيها ولا هتفشل، فخايف تبدا فيها من الاساس، تفضل تأجل 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 لحد ما بتبدا فيها غصب عنك، وساعتها الريسك انك تفشل بيبقى ازيد بياما.
تاني حاجة ممكن يكون بسبب ان الاهداف نفسها مش واضحة، فانت مش واضح قدامك انت المفروض تعمل ايه، فعمال تأجله 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 عشان مش قادر تفهمه او مش عارف تفهمه، لحد ما هيجي وقت هتبدأ فيه غصب عنك. نفس كيفية النقطة اللي فاتت، احتمال انك هتفهمه هتبقى قليلة اقل من لو بدأت فيه من بدري. وتالت حاجة ممكن يكون بسبب الارهاق، مرهق فمش قادر تبدأ في الحاجة فعمال تأجلها تأجلها، وممكن بسبب ارهاقك ده تضيع عليك وقت كبير جدا وحاجات كتير جدا من غير ما تبدأها. ازاي بقى نتخلص من التسويف؟ مبدئيا زي ما قلت لك قبل كده، اي حاجة هتسمعها في الفيديو ده محتاجة انضباط بكمية مش قليلة، فلما تيجي تنفذ الكلام ده اعمل حسابك انك مش هتيجي مرة واحدة كده تخلص، ما بقتش تسوف وبقيت تخلص اللي وراك اول باول، والكلام ده الكلام ده محتاج منك وقت ومجهود، بس انت قدها ان شاء الله وانا عارف. اول حاجة يا قلب اخوك هي انك تقسم الاهداف لاهداف اصغر. كنا اتكلمنا عن الجزئيه دي في فيديو ازاي تستغل اللي باقي من 25، قلنا تجيب الاهداف الكبيره بتاعت اللي باقي من السنه وتقسمها على الشهور وعلى الاسابيع بحيث يسهل عليك تحقيقها من غير ما تسوفها وتاجلها. في كتاب اتوميك هابتس العادات الذريه لجيمس كلير قال لك التركيز على تحقيق تقدم بسيط يوميا يقلل من التسويف. يبقى لك اهو الراجل على طبق من ده، فانت قسم اهدافك اهداف اصغر منها وان شاء الله ما تسويش فيها وتخلصها اسرع. عارف لما تحط طعم السمكه فاول ما تاكله تقوم ساحبها بره الميه، انت بتذاكر وتمام وزي الفل بس مكسل خالص دلوقتي، او انت مكسل تعمل اي حاجه عامه، بتقول بص انا هعمل الحاجه دي لمده 5 دقايق بس وتعمل تايمر. بمجرد ما تلاقي نفسك بدات مذاكره وانغمست في الشغل في ال5 دقايق دول، انت بنفسك هتطفي التايمر لما يرن وتكمل شغل من نفسك. رميت لنفسك طعم فاتسحبت وسط المذاكره فهتخلصها، خش وهتجيبك بالطريقه دي. انما واحد يعني ما فتحش كتاب يقول انا هذاكر 5 دقايق وهشوف بقى ايه الدنيا، هيذاكر 5 دقايق، اول ما التايمر يرن هيقول الحمد لله ذاكرت 5 دقايق وهيقوم يشوف حاجه تانية يعملها. يعني انت فاهم ازاي؟ فعشان كده خلي مبدا ال5 دقايق ده لما تبدا تشتغل وتبدا تذاكر بانتظام، بس تجالي منك في يومين مثلا، يومين بقالك يومين ما بتذاكرش، لازم تستعيد شغفك وتستعيد طاقتك بالطريقه دي. ثالث حاجه تخلق بيئه خاليه من المشتتات. باشمهندس احمد ابو زيد قبل كده اتكلم في النقطه دي في فيديو كان بيتكلم برضو عن التسويف. قال لك تخيل تكون قاعد في اوضه فيها بلاي ستيشن وفيها تلفزيون وفيها موبايل وفيها لابتوب مثلا، فيها كتاب يتيم المفروض تذاكره. بالله عليك هل الكتاب ده هيشغلك او هيجذب انتباهك وسط المشتتات دي كلها؟ اكيد الكتاب ده صعب جدا ان انت تعبره اساسا. انما لو كل الحاجات دي انت شلتها من الاوضه وما تفضلش فيها غير الكتاب، مش هتلاقي حاجه تعملها، فهتمسك الكتاب وتبدا تذاكره وتبدا تخلص اللي وراك. اعرف واحد لو مفيش غير الكتاب في الاوضه مثلا ومعاه ازازه ميه يشرب منها عادي، عنده استعداد يعد عدد النقط اللي في ازازه الميه دي احسن من انه يذاكر. يعني الله المستعان بجد. رابع حاجه تركز على النتائج الايجابيه، يعني تفهم ان انت ورا مذاكرتك دي في نجاح، هتتفوق في دراستك. ورا الجيم اللي بتروحه وانت متغصب ده في دهون هتنزل وفي صحه هتتحسن وفي فورمه يعني هتتعمل. عامه ورا اي شغل صعب انت مستثقله على نفسك دلوقتي بيبقى وراه نتيجه ايجابيه جميله هتنسيك كل التعب ده. ولله المثل الاعلى، احنا بنتعب التعب ده كله في الدنيا عشان ان شاء الله في الاخر ننسى كل الالم ده ونخش الجنه. فركز على النتائج الايجابيه وفكك من الالم والتعب اللي انت بتحس بيه دلوقتي، لانه كده كده هيعدي وباستمراريتك دي ان شاء الله هتوصل لهدفك. خامس حاجه والاخيره ان انت تكافئ نفسك. اعمل لنفسك مكافاه بعد ما تلتزم بحاجه انت المفروض تعملها. يعني انت مثلا وراك محاضرتين لازم تذاكرهم ومش عايز تذاكرهم او مكسل، قول لنفسك مثلا لو ذاكرت المحاضرتين دول وخلصتهم هتاكل اكله انت بتحبها، هتروح تلعب جيمين بلاي ستيشن، هتنزل حجز كوره مع اصحابك، اي حاجه انت بتحبها اعملها كمكافاه ليك بعد ما تخلص اللي المفروض تعمله. بالطريقه دي مخك هيتحفز تلقائيا ان انت كل ما هتنضبط شويه وتشتغل شويه وتخلص حبه من اللي عليك بيبقى فيه مكافاه وشوت دوبامين محترم بتاخده بعد ما بتخلص الحاجه اللي المفروض عليك دي. وفي الاخر يا قلب اخوك عايز افكرك ان الم الانضباط اللي انت بتحسه وانت قاعد بتذاكر او قاعد بتعمل حاجه المفروض عليك ارحم مليون مره من الم الندم وانت ندمان على الوقت اللي ضيعته من غير ما تعمل الحاجه اللي المفروض تعملها في وقتها. فكمل في السعي واشتغل عشان الوقت ده كده كده هيعدي، هو بألمه بكل حاجه وحشه فيه، وهتصحى في الاخر وانت مخلص كل اللي وراك وعامل كل اللي عليك وواصل اللي نفسك فيه. وبس
ارجو من الله ان الفيديو يكون فادك. لو استفدت من الفيديو شير الفيديو مع اصحابك، لايك، سبسكرايب. كان معكم محمد طارق، وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكه، من غير بيستاشيو.